لقب الجندي المجهول لا يستحقه إلا من يعمل خلف الكواليس، ومن هؤلاء المصور اليمني الشهير عبد العزيز عمر أو زيزو، الذي ضحى بسنوات من الجهد المتواصل ليبقى وفيا لمهنته المفضلة. المصور الصحفي المتألق عبد العزيز عمر، الشهير في أوساط الجمهور ومحبيه بزيزو، وجلهم من عشاق ومحبي المستديرة والرياضة اليمنية بمختلف تصنيفاتها وتقسيماتها، وما أكثرهم. كانت بدايتي التصوير أولا بدأت كهواية من خلال مشاهدتي الصحف والمجلات العالمية لكبار المصورين العالميين والعرب، وبعد كذا انتقلت العمل في وكالة أنباء عدن، وكالة الأنباء اليمنية حاليا قبل الوحدة. التحقت في دورة تصوير فوتوغرافية في المعهد الإعلامي في عدن آنذاك. ومع أن التصوير في المجال الرياضي ليس وحده الذي يجيده فحسب، إلا أن هذا المجال الذي تعلق به وما يزال يقدم فيه الكثير من العطاءات المتميزة، رغم اعتباره من أعقد وأصعب أنواع التصوير، نظرا لما يتطلبه من مهارة وتقنية وتعامل وحس مهني وسرعة وبديهة عالية. أفضل مصور أنجبته اليمن، سواء وخاصة في التصوير الرياضي، ولا ينسى أحد تاريخه، فهو المشهور بزيزو، والذي قد شارك في أكثر من مناسبة وأكثر من فعالية عالمية. من أفضل الناس الأخلاقيين والمحترمين والمؤدبين. سمعت لك، قلت لك في كل ملعب، في كل صالة، في كل حفل، في كل مهرجان، لن يتداخل بشؤون أي شخص، ولن هو محايد مع أي شخص. سنوات كثيرة قضاها زيزو في خدمة الرياضة والإعلام الرياضي، من خلال نقله لصور الأحداث الرياضية من مختلف المحافظات اليمنية، لتكون البداية لانطلاق زيزو بمشاركته في نقل الأحداث العربية والقارية والعالمية، وحصوله مؤخرا على العضوية الشرفية للجمعية اليابانية للتصوير خلال مشاركته في تغطية كأس العالم للأندية 2011 التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو. أنا رصيدي من عملي في التصوير في خلال 31 عاما هو حب الناس لي، يعني هذا أعتبره هذا الرصيد الكبير. فيما اعتمدته دائرة الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضمن المصورين الصحفيين المحترفين في أوروبا والعالم لتغطية نهائي دوري أبطال أوروبا 2012 بين بايرن ميونخ وتشيلسي في ألمانيا. وتم اعتماد زيزو مصورا محترفا في القناتين الإعلاميتين في الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم. بشهادة تقديرية كثير، لكن اعترافي من قبل الاتحاد الدولي للفيفا كمصور هذه اعتبر انا ليس شهاده وانما وسام، ليس على صدر عبد العزيز عمر، ولكن على كل صدر يمني محب وعاشق للرياضه. عبد العزيز عمر موظف في وكالة الأنباء اليمنية سبا، وأب ل3 فتيات وولد. لم تعطه سنوات عمله التي فاقت 30 عاما بيتا يأوي أسرته. عبد العزيز عمر يطمح أن يكون له سكن، يعني ليس ما أطلبش أنا سكن كبير، أنا أطلب سكن لي ولأسرتي، بحكم أنني أعيش بالإيجار منذ 20 عاما أو 21 عاما، فهذا أعتقد أنه صعب بالنسبة للمبدع أن يبدع في حالة مثل هذه، يعني مسألة أنه عايش في إيجار وكذا. ولم تشفع له تلك السنوات في الحصول على منحة علاجية لمرض أجبره على السير مستندا على عكاز لقضاء حوائجه. أتمنى من الله الشفاء، وأتمنى من الدعاء والشفاء العاجل، وأتمنى من يحب عبد العزيز عمر كشخص أو كبديع للصورة الرياضية، وقد أثرى الصحف اليمنية والعربية والعالمية بهذه الصور، أن يدعو له بالشفاء العاجل. الحمد لله أنه كرمت قبل ما أموت، لأنه عارف أنا يا حياة تعرف نحن نكرم الناس الميتين، يعني يموت نكرمه. زيزو ملك الصورة في اليمن يغيب عن الملاعب اليمنية لأسباب صحية، فهل يا ترى ستشهد الأيام القادمة عودة هذا النجم إلى هذه الملاعب؟ لبرنامج BT قناة الكأس، يحيى الحبابي، صنعاء. جولتكم مستمرة مع برنامج